عارف إن أول محاولة موثقة في التاريخ لعمل توقعات لنتائج الماتشات كانت في إنجلترا عام 1923. وقتها الموضوع كان بدائي جدا ومجرد ورق بيتوزع قدام الملاعب. النهاردة احنا في 2026 والذكاء الاصطناعي بقى هو اللي بيشجع مكاننا. أهلا بيكم في مراجعة تقنية من الآخر خالص لتطبيق فوتبول تيبس سكوتر. قبل ما ندخل في التفاصيل، التطبيق فيه 5 مميزات هتخليك تبص للماتشات بعين تانية. تحليل عميق AI، مش مجرد توقعات، ده بيديك سيناريو للماتش. مقارنة الرادار بيقارن بين فريقين كأنهم وحوش في لعبة جيم. نصايح للVIP، هقولك ازاي توصل لها ببلاش او بذكاء. تحديث لحظي للبيانات، بتتغير مع كل هجمة. واجهة سهلة جدا، مش محتاج تكون خبير إحصاء عشان تفهمه. وفي آخر الفيديو هقولك على 5 عيوب قاتلة ممكن تخسرك كتير، و5 نصايح ذهبية قبل ما تدوس انستول. تطبيق سكوتر باختصار هو محلل أداء في جيبك. وظيفته مش بس يقولك مين اللي هيفوز، وظيفته يحل مشكلة التوهان وسط مئات الماتشات يوميا. التطبيق ده مناسب جدا للمهتمين بالبيتنج والتحليل الرياضي، لكنه مش مناسب ابدا للي فاكر ان الكرة حظ وبس، ولا المبتدئ اللي مش فاهم يعني ايه اوفسايد. اول ما تفتحه مش محتاج تسجل حساب الزامي في الاول، وده شيء كويس للخصوصية. اول حاجة تعملها، ادخل على الاعدادات وظبط الاشعارات للفرق اللي بتهمك بس، عشان موبايلك ما يبقاش خلية نحل. اهم قسم هو الديب انسايد، ده المكان اللي فيه الخلاصة. ادخل عليه وشوف نسبة الاستحواذ المتوقعة وقوة الهجوم والدفاع لكل فريق. المميزات الحقيقية بعيد عن الكلام بقى التسويقي اللي بتسمعه. التطبيق ده قوي جدا في المقارنات المباشرة. ميزة كومبير تيم، بتوريك شكل بياني لريدر شارت بيوضح مين كفته أرجح في المرتدات أو الكور الثابتة. كمان AI Genius Summary بتلخص لك حالة الفريقين في سطرين، ودي ميزة مستخبية بتوفر عليك قراءة جرايد. العيوب بقى والفخاخ، اكبر عيب هو الاعلانات المزعجه في النسخه المجانيه، ممكن تظهر لك في وقت حرج جدا، فتضطر طبعا تستنى الاعلان والاتنين لحد ما تعرف تطلع من الاعلانات وتشوف اللي انت عايزه في التطبيق. كمان التطبيق بيعتمد على البيانات التاريخيه، يعني لو مدرب جديد مسك الفريق او في اصابه مفاجاه لنجم كبير قبل الماتش ب5 دقايق، الاي اي هيهيس منك. الفخ التسويقي اللي موجود في التطبيق التطبيق بيحاول يزقك دايما لاشتراك الVIP بوعود ارباح مضمونة. مفيش حاجة في الكورة مضمونة 100%، ده تلاعب نفسي عشان تشترك. تركات بقى، لو انت عايز تستخدم بذكاء، قارن بين توقعات التطبيق وبين تشكيل الفريق الحقيقي اول ما ينزل. لو لقيت تشكيل مختلف عن المعتاد، ارمي توقعات التطبيق ده في الزبالة. وكمان فعل ميزة الدارك مود عشان تحافظ على بطاريتك، لان التطبيق بيسحب داتا وبطارية كتير بسبب التحديثات اللحظية. تحذير هام، خلي بالك من صلاحية الوصول للموقع، التطبيق مش محتاجها فعليا فممكن تقفلها. واكبر خطر هو انك تعتمد عليه كليا في قراراتك المالية، ده مجرد اداة مساعدة مش بلورة سحرية هتجيب لك النتائج الأكيدة. أهم 5 عيوب، أولا إعلانات كتيرة جدا، استهلاك بطارية، اشتراكات غالية، تأخير بسيط في الداتا أحيانا مش دايما، توقعات ال AI بتخطئ. أهم 5 نصايح، استخدمه كمرجع مش قائد. اقفل اللوكيشن، ركز على الاحصاءات مش التوقعات. لا تشترك في الVIP فورا، جربه الاول اسبوع مجاني وبعد كده قرر بنفسك. التقييم النهائي يستحق التحميل لو انت محلل وعايز ارقام، ولا يستحق لو انت مشجع وعايز يستمتع بالماتش من غير الصداع. اكتر تعليق عليه لايكات في المتجر، تطبيق ممتاز في الارقام، بس نصيحة ما تدفعش في الVIP لان التوقعات المجانية كفاية جدا لو بتفهم كورة. لو ما كنتش عارف التطبيق وعرفته من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. اكتب لي في التعليقات رأيك في التطبيق عشان اثبت لك تعليقك عشان الكل يستفيد من رأيك.